بيبقى كده زي الرمله المنديه بالظبط. تمام. مش بنحاول نزود كميه السمنه عشان ما تحجرش معانا بعد كده في القطمه. احنا عايزين نشوف بقى تعملي ايه النهارده. طيب النهارده ان شاء الله هنجهز معاكم التشيز كيك على البارد باذن الله. بصي، اول حاجه احنا لازم نحضر الشغل بتاعنا. في البدايه كده انا بنحاول نظبط الشغل بتاعنا. تمام. دي التوبنج. الكلاينت طبعا هو اللي بيختار التوبنج اللي هو عايزه. فدي معانا هي مربى حليب، وبعدين معانا نوتيلا، كندر، لوتس، والبيستاشيو. كده معانا بسكوت. تمام. بديل اللوتس. ومعانا اللي هو السمن بلدي. ليه بقى السمن البلدي؟ عشان السمن البلدي بيديله طعم تيست ما حصلش، وكمان ما بيحجرش معانا بس لو ظبطنا الكميه. اهم حاجه في طبقه التشيز نفسها الخامات. كل ما الخامات بتاعتك بتبقى عاليه وجودتها عاليه كل ما بيديكي تيست رائع. السكر البودره طبعا انا حاطه هنا يعني مش هقدر اقول مقادير بالظبط لان انا بعمل دلوقتي حاجه كده بسيطه كده عشان اوريهم بس اللي بتتكون ازاي. معانا كريمه لباني بودر، وهناخد معلقه كبيره من الجبنه الكريمي. ممكن لو بديل هيبقى 4 قطع من اللي هو الكيري، او اللي هي الجبنه مثلثات، او جبنه القشطه دومتي. واللبن احنا مش بنستخدم لبن حليب، لا احنا بنستخدم المراعي عشان برضو الريحه والطعم. تمام. الجيلاتين. دلوقتي احنا ادي جيلاتين نباتي عشان الريحه. بنوبه في ميه، بنسيبه يجمد، وبعد كده بنفكه يعني 2-3 وبعدين بنصفيه. هيخلي معاكي القطمه ناعمه وفي نفس الوقت متماسكه. نحط بقى الطبقه بتاعتنا. دي بقى طبقه الليتشي كده. احنا محضرين بقى دي بعد ما دخلت التلاجة. تمام. بص بقى معانا التوبنج التوبنج ده بقى حشوه او توبنج للكريز. ده بيتي. انت عاملاه في البيت؟ مش شارياه؟ لا بيتي. معلقه. تبدأي بقى. تمام. بصي بقى ده التوبنج بقى الاخير. الكلاينت هو اللي بيحدد. كده ده كندر. انت بتعملي الزبون بقى بيحدد هو عايز ايه؟ ولا الزباين بتختار؟ بصي هو يعني انا بسيب الحريه ليهم. انا بننزل البوست. تمام. وبنقول الاطعمه اللي موجوده عندنا. بعدين بقى بنستقبل الاوردرات بتاعتهم على الخاص. كل واحد بيحدد بقى هو عايز ايه والطبنج بتاعه عايز ايه.